في خطوة وصفت بالتاريخية، الإمارات تقرر فتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية لتكون أول دولة عربية تتخذ مثل هذا القرار الذي سبقه افتتاح 15 قنصلية لدول إفريقية. تأتي مناسبة افتتاح الإمارات قنصلية رسمية لها في العيون متزامنة مع احتفالات المغرب بالذكرى 45 للمسيرة الخضراء التي تصادف في 6 نوفمبر من كل عام. هذا التاريخ الذي يحمل دلالة معينة، إذ شاركت دولة الإمارات في المسيرة عام 1975. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. يؤكد قرار افتتاح القنصلية على عمق أواصر الأخوة والمحبة المتبادلة والتعاون والتضامن الفعال الذي يجمع كلا البلدين الشقيقين، كما يشير إلى موقف الإمارات الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة ومساندته لمبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات المصداقية التي تقدمت بها الحكومة المغربية بوصفها أساسا لأي حل تفاوضي لأحكام سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية. من جانب آخر، ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وثيقة بدول المغرب العربي جميعها، كما تنظر تلك الدول إلى الإمارات بمثابة شريك حقيقي، فهي لا تعدها دولة شقيقة فقط وإنما دولة شريكة وفق علاقات راسخة وأبعاد متعددة ومتشعبة تمثل نموذجا للعلاقة غير القابلة للتغيير والتي تتكامل بأبعادها السياسية والاقتصادية إلى جانب البعد الاجتماعي الذي يحكمه سياج العروبة والإسلام. وتؤكد رؤية الإمارات على أهمية تسوية النزاعات الإقليمية التي من شأنها أن يكون لها الأثر الإيجابي على الاندماج المغاربي وعلى استتباب السلم والأمن في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء. نقدر في هذا السياق جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة، ونرحب بدور الأمين العام في دعم المسار السياسي لمسألة الصحراء المغربية. نشيد جهود الإخوة في المغرب في إيجاد حل سياسي للمسألة، ولعل الظروف والفوضى التي أحاطت بالعالم العربي خلال العقد الفائت تجعلنا أكثر رغبة بالحلول السياسية. وعلى الصعيد الدولي، تؤمن دولة الإمارات بأن الاستجابة الوحيدة لقراري مجلس الأمن الدولي يجب أن تكون جماعية، وأن الالتزام المشترك تجاه القانون الدولي يجب أن يكون أول مبدأ للاتفاق والتمسك به لحماية النظام القائم على القواعد الذي يدعم الأمن ويمنع تبعات وويلات الحروب. تعمل الدبلوماسية الإماراتية وفق إيمانها العميق بأولوية الاستقرار وضرورة الشفافية والعمل الجماعي الدولي لحل النزاعات عبر الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم والتوصل إلى الحلول السلمية التي ترضي جميع الأطراف. من واجبنا أن نسترجع الصحراء سلميا، ولكن ماشي باللسان وبالمفاوضات، بالمشي على القدم حتى نوصلوا لها.